السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ ان شاء الله بألف خير. وياكم الاستاذ عباس علي الغالبي. طلاب ان شاء الله بهذا الفيديو راح نتكلم عن الانتساب، والانتساب يشمل الصفوف، يا صفوف يشملها، وراح افهمكم بالانتساب بشكل تفصيلي، يعني شكو سؤال تلقيه هنا موجود. طبعا الانتساب بدون ما تروح للمدرسة انت راح تنجح، بدون ما تروح للمدرسة ما توصل للمدرسة راح تنجح، بس اكو شروط بسيطة لازم تطبقهن حتى ان شاء الله تحقق الدرجة الكاملة او الاعفاء. الصفوف الغير منتهية اعفاء ان شاء الله طلعوا. فطلابنا بالبداية احنا خلينا نشوف الانتساب قلت لكم انتساب بدون ما تروح المدرسة. عندك لا تمتحن شهريات، ولا تمتحن امتحانات يومية، ولا توصل للمدرسة، ولا يسجلونه غياب. هذا الانتساب. فقط تروح تمتحن نصف السنة، فقط تروح تمتحن نصف السنة. تمام؟ هذا الانتساب. احتمال بس نصف السنة اذا جبت اعفاء، فقط نصف السنة راح تمتحن. واني شخصيا افضل الانتساب للطلاب، بس شنو للطالب اللي يدرس. يعني طالب يدرس احسن يقول لك ما اروح 6 ساعات الى 7 ساعات باليوم. انا ذني 6 ساعات 7 ساعات اروح بهن المدرسة، واحتمال المدرسة ما جاي يدرسونا وجاي يركضون ويانا ركض بسرعة، انا اجي استغلهن ادرس على اليوتيوب. او انا هسه فاتح لكم دورات، مثلا عندك الثالث والرابع فاتحين لهم دورات يعني الكترونيه جميع المحافظات للثالث والرابع العلمي. ففاتحين لكم دورات، تقدر هسه تدخل باول تعليق تلقى الدورات. طبعا طلاب بدل ما تروح 6 إلى 7 ساعات للمدرسة وترجع تعبان تنام وتقعد العصر مالك خلق تدرس، هذا كله راح يضيع عليك وقتك. وتجي تلقى الواجبات من هناك لهنا، والمدرس يقول لك ادرس هذا وادرس ذاك. لا، بالنسبة هسه شنو اللي يشمل الابتدائية، يشمل الأول الثاني متوسط. تمام؟ وعندك يشمل الرابع الخامس الاعدادي. تمام؟ ذول اللي يشملهم. ذول شو نسميهم مراحل غير منتهية. يعني ذول يقدرون يطلعون اعفاء. وبعد يشمل الابتدائية كلهم، او يشمل شنو؟ الاول ابتدائي، ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي، رابع ابتدائي، الخامس الابتدائي ايضا يشمله. عندك المراحل المنتهية اللي هم السادس الابتدائي. ترى خطي بالعربي كلش مو زين بس افتهموني. يعني السادس الابتدائي، الثالث المتوسط، يعني يشمل كل الصفوف، بس اكو صفوف عن صفوف تختلف، يعني تختلف بالشرح، لذلك هسه راح اشرحها لكم. عندك السادس الاعدادي. زين احنا سمعنا انه الانتساب الا واحد مريض يلا يقدم. لا، مريض مو مريض، اي طالب يقدر يقدم انتساب. يروح هو ووالده، هو ولي امره، والده والدته ياخذهم يروح للمدير. يدخل للمدير يقول له والده يقول له انا اريد ابني انتساب. راح يقول له جيب لك شو اسمه هاي وثيقه، واملي الوثيقه وانطينا اياها، وبعد خلاص احنا راح نمشي بالامور. تمام؟ هو النوب المدير يعطيكم التفاصيل. هسه نجي للمراحل الغير منتهيه. اجي المن عندي هنا أنا مراحل غير منتهيه. هاي الغير منتهيه لا يمتحنون شهريات، ولا يمتحنون يومي، ولا يوصل للمدرسه ابد. يمتحن فقط نصف السنه، بس نصف السنه. اذا طلع 90 فما فوق، يعني هو قاعد تقريبا قاعد هسه عنده شهر ال11 كله، وشهر ال12 كله، ونص الشهر الواحد، تقريبا عنده بال75 او 70 يوم. بال70 يوم يقدر يدرس تقريبا 4 فصول رياضيات، 3 فصول كيمياء، فصلين احياء. ذن اللي يدرسهن يقول للطلاب ايش عندكم شخذتوا، هو يرجع يدرسهن بدل ما يروح للمدرسة ويتعب. فلذلك أنا أفضل لكم الانتساب، لأن أكثر المدارس يعني ما تلحق الدرس، يعني نص ساعة باليوم. شنو نص ساعة باليوم؟
الانتساب افضل. شلون؟ من ناحيه ايش؟ من ناحيه انه الطالب يدرس على الالكتروني. هسه التدريس الالكتروني جاي يفوق التدريس الحضوري بشكل مو طبيعي. ليش؟ لان الطالب يجي وقت فراغه يجي يدرس، وقت ما راحه ما باله مرتاح يجي يدرس. عندك على اليوتيوب مثلا اي مدرس يعجبك، او انت بالاول متوسط، لا تحير، اكتب انا اول متوسط مثلا علوم، شوف المدرسين راح يطلعوا لك ايش كثر يشرحون على اول متوسط. تدخل للمدرس اللي يعجبك. فهاي رسالتي للاهالي. الثالث متوسط، عندك الثالث متوسط رياضيات، بس اكتب رياضيات يطلعوا لك عشرات المدرسين. رياضيات ثالث متوسط يا صف، بس اكتب المادة اللي تريدها واكتب صفك باليوتيوب، راح يطلع لك شرح الى ما لا نهاية. تحطه بالسرة وتبدي بهن تدرسهن، ذن تضبطهن تجيك 100 بنص السنة، سواء كنت اول ثاني ثالث رابع خامس. واكو دورات الكترونيه جاي نفتحها لكم. يعني هسه مثلا انا رياضيات وجاي يشوفون انا مدرس رياضيات وياكم استاذ عباس على الغالبي، جاي درس ثالث او رابع، وياهم باليوم وياهم بالشهر وياهم امتحانات يوميه، يعني جاي اذب حيلي وياهم، وجاي يشوفون الحمد لله وشكر جاي نحقق نجاحات. يعني هواي طلاب طلعوا 100 بالشهر الاول، وهواي طلاب فوق ال90 طلعوا بالشهر الاول، جاي نحقق نجاحات كلش هواي. فاذا يعجبك مثلا تدخل يمنا، احنا ان شاء الله راح احط لك الرابط باول تعليق، تدخل وتشوف القناه مالتنا، وتدخل من خلال القناه تدخل تراسلنا بخدمتك. تمام؟ عندك كيمياء هم فاتحين لك، كيمياء شهريا 15000. الرياضيات قلت لك عليها 25000 شهريا. يعني شوف الاسعار الرمزيه. فيزياء للرابع وللثالث ب15، فيزياء الفيزياء للثالث ب10,000 شهريا. يعني شوف الاسعار، يعني تضمن ابنك انه راح يستفاد وراح يتعلم ومدرس وياه ويتابعه بشكل يومي، مو مثل ابو الحضور يجي يعطي ماده ويطلع. لا، هذا هنا انت راح تتابع ابنك، تعرف ابنك الاستاذ ايش دزاله، الاستاذ راح حتى تعاريف يدرسه. فلذلك هذا هسه مو موضوعنا. على اليوتيوب تريد تاخذ خصوصي، تريد تاخذ الكتروني، كلهن تدخل بيهن. هنا نصف السنة قلت لك إذا طلعت 90 مثلا، قول 90 إسلامية، قول مثلا 65 عربي مثلا، هنا 70 رياضيات، 52 مثلا اجتماعيات. هيك شو راح نجي؟ هذا أنت ما ممتحن شهريات أو ما ممتحن شهريات ورا نصف السنة، راح تظل لنهاية السنة. يعني هذا يسمونه هو نصف سنة وهو سعي، يعني هو سعي سنوي. شوف شلون سالفة حلوة. يعني ابنك او ابنك او انت لا تمتحن شهريات، او لا تمتحن يومي، او لا تروح للمدرسة وتجي من المدرسة وتعب لا، نصف سنة. بس شنو هذا؟ كون واحد يدرس ينظم جدول. انا سويت لكم جدول سويت لكم اياه، تلقونه بقناتي. ترجع هسه القناة تدخل على الفيديوهات تلقى الجدول، تلقى الجدول تقريبا نزلته قبل اسبوع. تدخل للجدول تلقى الجدول موجود، او احتمال راح احط لكم اياه باول تعليق. افتح اول تعليق تلقى الرابط، تدخل على الرابط كاتب لك اني جدول مال الصباح شلون تدرس الجدول. وان شاء الله ايضا راح انزل لكم جدول خاص بالانتساب. تابعوني واشتركوا بالقناه، راح انزل لكم جدول ان شاء الله خاص بالانتساب. هسه نجي هنا راح يطلع لك السعي اذا درجه فوق 90 انت راح تطلع اعفاء. استاذ شلون هاي اعفاء؟ يعني ما راح تمتحن نهاية سنة. ان شاء الله هذا هم راح اشرحه لكم بفيديو. يعني اذا طلعت اعفاء ما راح تمتحن نصف سنة. يعني هذا راح يصير ساعة سنة، وبدون ما تجي تمتحن شهر اول وتمتحن شهر ثاني وتمتحن نصف السنة وتمتحن شهر اول ورا نصف السنة وثاني ورا نصف السنة، راح يصير تمتحن 4 اشهر. وكو مدرسين يعني مع احتراماتي لهم اسئله يجيبونها صعبه بالشهريات، بس بنصف السنه لا، راح تكون اسئله مشتركه، لذلك وتكون متابعه من وزاره التربيه، فتكون الاسئله سهله واسئله بها ترك. فلذلك الانتساب جدا مفيد للطلاب جدا. اول شيء وقت راح يوفر له، انه يقعد بدل ما يقعد من الصبح ويروح المدرسه ويرجع ينام، لا، راح يقعد مثلا الساعه 10 وقت يوم مثلا خي يسوي جدول. اذا باليوم يقرا له 8 ساعات انا اضمن له فوق 100.
أضمن له يطلع بيهن كلهن إعفاء. هنا هذا طلع بيه 65، يمتحن هو بس نصف السنة ونهاية السنة، بعد ايش قد يا الله يوصل لل100؟ هذا مو إعفاء بال65، ايش قد بعد يا الله يوصل لل100؟ بعد ل35، يعني بنهاية السنة إذا أخذ 35 من 100 يعني نجح. هذا أبو ال70 بعد له بالرياضيات ايش قد بعد له؟ بعد له 30، ياخذ بنهاية السنة 30 من 100 ينجح. أبو ال52 يراد له 48% ينجح. بس الطالب اللي ما يدرس، يعني عنده مثلا 70 يوم وهو قاعد ببيت أهله وما يدرس، لا أهله يتابعونه لا شيء وما يدرس، هذا شنو؟ هذا راح يتدمر، هذا يتدمر. انسوه. انت تريد تسوي انتساب، المفروض تحط تقول انا اتخلص من المدرسه بدال ما اروح 7 ساعات وارجع انام بال4 ساعات او 3 ساعات، ذن 10 ساعات انا قاضيهن ما ادري بين. اقول لك لا، ادرس على اليوتيوب، سوي لك دفتر، سوي لك كل شيء تدرس. هسه وين راح نجي للسادس الابتدائي والثالث متوسط، ذولا كونهم انهم منتهيه، يعني وزاره مو نهايه سنه مثل ذولا، يعني بيهم اعفاء، وهاي ذولا ما مشمولين بالاعفاء. السادس الابتدائي والثالث متوسط والسادس اعدادي وزاري. اذا بدال ما يجي يمتحن نصف السنه شهر اول وشهر ثاني، ونصف السنه هم شهر اول وشهر ثاني، يعني هنا لازم يجمعون ذن الاثنين ويقسموهن على 2، يجمعون ذن الاثنين ويقسموهن على 2، والنوب تجيهم درجه نصف السنه هم يجمعونها، والنوب يجمعون ذول الثلاثه ويقسمونها على 3، يلا بالاخير تطلع له الدرجه. بينما الانتساب ما راح يخليه يروح بذني، خاصة طلاب المنتهية راح يفيدهم، يقعد عدها ويدرس. ثالث يجيب له ملازم، مال ثالث يدرس، سادس الاعدادي هم يجيب له ملازم ويقعد ويدرس. زين. هنا مثلا ابو السادس الاعدادي او الابتدائي، هو شنو الشهريات؟ شنو هنا شنو الشهريات بالغير منتهية؟ شنو الفائدة منهن نصف السنة؟ اقول لك يجيبوهن حتى طلع السعي إذا مثلا 90 فما فوق تطلع إعفاء. 65 يراد لك قد يلا توصل لل100 حتى تنجح. 70 قد يراد لك يلا توصل لل100 يلا تنجح. 30 وهكذا. هذا بالغير منتهي. بالمنتهية اكو شيء اسمه دخول وزاري. إذا رسبت ب3 تدخل وزاري، إذا رسبت ب3 مواد تدخل وزاري، اذا رسبت باكثر من 3 مواد ما راح تمتحن، ما راح تدخل وزاري. استاذ عليه من يعتمد؟ اقول له راح يعتمد على الدخول الوزاري. هنا اكو درجات راح يقسمون ذني كلهن ويطلعهن. انت ليش تمتحن شهر اول وشهر ثاني والنوب ورا نصف السنه شهر اول وشهر ثاني؟ عندك شيء اختصار للوقت، تمتحن بس نصف السنه، نصف السنه، وماده سهله وبسيطه. يجيبوا لك الاسئله 150 درجه، جاوب لك على 100. قول مثلا نجاح، هنا تريد بس نجاح بنصف السنه. إذا أقول جبت هنا 50 50 50 50 50 تعتبر قبل داخل، وبال50 وبال100 نفس الشيء كلهم داخلين. إذا راسب ب3 بنصف السنة تعتبر داخل. راسب أكثر من 3 ما راح تدخل وزاري، يعني ما راح تمتحن نهاية سنة. تمام؟ رسبت ب1 تمتحن نهاية سنة، رسبت ب2 تمتحن نهاية سنة، رسبت ب3 تمتحن نهاية سنة، ب4 فما فوق لا ما راح تمتحن نهاية سنة. تمام؟ فهنا انا اشوف انت ايش كثر موادك تقدر. مثلا انا مثلا انجليزي ما اريد ادرسه هسه، مثلا انا احتمال ارجع في الانجليزي، يعني الانجليزي ضوج بعدين ادخل بيه دوره، او من البدايه ادخل بيه دوره باللي يعجبك انت، حتى بنصف السنه اتقوى بيه اشوف الدرجه شلون تجي. فلذلك 50 50 50 50 لاني الدرجه الناجح بها تعتبر انت داخل بهاي الماده، يعني تدخل ب3 مواد، ترسب ب3 مواد تعتبر داخل، بمادتين تعتبر داخل، بمادة تعتبر داخل. تمام طلابنا؟ هذا الانتساب. أنصحك نصيحة من عندك، أنا مدرس وأني مطلع على هذا الشيء، أرجع وأكرر للأهالي. إذا أشوف ابنك يدرس، وإذا أشوف مثلا ابنك يقول لك أني المدرسة ما جاي تفيدني، صدقه. لأن المدرسة المدرس عنده 30 أو نقول مو يعني وي تسجيل الغياب وي كل، يعني هو عنده 40 دقيقة وي تسجيل الغياب وي اقعد ولك واسكت فلان، تصير 30 دقيقة. 30 دقيقة راح يركض وياهم ركض، خاصة عندك بالرياضيات وبالفيزياء يركض وياه ركض. وبالاجتماعيات هم يطبق احتمال لكم مدرسين جاي يشتكون عندنا طلاب يقولون استاذ جاي يعطينا فصل، طب لنا ما جاي يلحق.
فما جاي يلحق، جاي يعطيهم فصل. بينما الطالب خطئ يطلع، ابنكم يطلع من الامتحان او من الدوام، يرجع الساعة مثلا اذا كان دوامه صبحي قاعد هو الساعة 7. هاي اقل شيء واحد يقعد الساعة 7، احتمال اكو طلاب حتى 6 تقعد. يروح للامتحان يرجع الساعة 1، يدقها نوم 5. زين هاي كلها من 7 ل5، 10 ساعات طارا. بينما ذني لو 10 ساعات استغلهن، ارتب بيهن جدول لابني واخليه يصير من المتميزين. شلون من المتميزين؟ اجي احط له جدول، مثلا اليوم انت لازم تدرس محاضرة من الرياضيات، ومحاضرة من الكيمياء، محاضرة من الفيزياء، ورقتين من ايش اسمه الادب وهيجي يعني. فش راح يصير عنده؟ هو عنده 10 ساعات، بدل ما يروح للمدرسة خليه يقرأ من ذن 10 ساعات 5 ساعات. والله جدول منظم ومرتب راح اسوي لكم للانتساب. فهذا الانتساب وهذا شرح الانتساب. طبعا استاذ يمتى ينغلق الانتساب؟ الانتساب ينغلق نهاية الشهر 12. شنو شروط الانتساب؟ ماكو اي شروط. كانوا حاطين الشروط انه الا واحد مثلا مريض امراض مزمنة، امراض سرطانية، اسم الله عليكم، فكانوا اكو هيك شروط. فهسه لا، ماكو اي شروط، جيب فقط ولي امرك، اروح للمدير يوقع ولا امرك على شو اسمه ويكتب له خلاص. بس شوفوا، اذا تسوي انتساب ما يصير بعد ترجع تلغي الانتساب. هاي خليها ببالك. يعني انت كون متاكد من ابنك، او انت متاكد من نفسك. من اعوف المدرسه انا راح ادرس على اليوتيوب. استاذ على اليوتيوب شلون ادرس؟ اقول لك اكتب الماده اللي تريد، اكتب الماده اللي تريد. وهسه اني ثواني وياي هسه راح اعلمكم شلون تكتب على اليوتيوب. طلابة طبعا هاي القناة بأول تعليق راح أحط لكم إياها. شوف مثلا هسه تصعد لي هنا، شوف من الأول متوسط راح تلقى للخامس الإعدادي. مثلا بيجي عجبك أنت هسه مثلا جاي نقلب إحنا هيجي، هاي كل روابط كلها. مثلا عندك اللغة العربية مسوي لكم على شكل أفصل. مثلا هسه الرابع مثلا عجبك تريد تدخل على التاريخ الفصل الثاني، أدخل على الرابط، شوف أخذك للتاريخ الفصل الثاني 4 أوراق فقط. وكل هنا مسوي لك اياه هيك. فضروري تدخل حتى تدرس على او المرشحات، يعني هن مسميهن مرشحات او ملخصات الجميع الصفوف. يعني ذن راح يخلنك مو تجيب، شوف هسه الفصل الثاني اخو 4 اوراق، مو تجيب بيه درجة نجاح، لا تجيب بيه الدرجة الكاملة. تجيب درجة مثلا هسه هنا ثالث متوسط هسه طبا مثلا على الأحياء مثلا الفصل الثالث، شوف 3 أوراق، الفصل الثالث كامل 3 أوراق. ضمان درجة كاملة بالشهر وبالاسبوع بالنصف السنة. وانت اذا طلعت انتساب تقدر تجيب درجة كاملة من عنده بالنصف السنة وبنهاية السنة وبتدخل. ايش عندك بعد؟ مثلا عندك هسه ذولا طلاب الثالث، ايش عندهم هنا؟ مثلا هسه هنا شفنا احنا الأحياء، عندك الاجتماعيات، عندك مثلا هسه الفيزياء مثلا على سبيل المثال اريد ادخل الفصل الاول، هذا الفصل الاول شوفه 4 اوراق. مثلا عندك الفصل الثاني ورقتين. طلابنا شوف الثالث متوسط ملخص الفيزياء الفصل الثالث 5 اوراق. شوف المرشحات اللي جايين نسويهن لكم. فضروري قناة راح احط لكم اياها باول تعليق، ضروري تدخل بيها. فانت اذا مهتم بمستقبلك ضروري تدخل بيها. فهسه على هم تقدر تدخل لليوتيوب وتكتب اللي تريده، مثلا اللي يعجبك. مثلا اني هسه قاعد هنا اريد مدرس عربي للثاني متوسط، اكتب عربي ولو الانترنت ضعيف، عربي ثاني متوسط. راح يطلعوا لي مدرسين او مدرسات يشرحون شرح مفصل، شرحهم مو طبيعي. فطبعا الانترنت هنا هسه عندي تقدر تدخل على اي مدرس ويمك الكتاب. مثلا هسه عندك هناك طلعت لك 6 سمر تطلع. ثاني شيء عندك هنا المرجع الالكتروني، تمام. وانت تنزل هنا 6 سمر، تنزل تلقي هواي مدرسين جاي ينزلون حتى القصيده يشرحها لك، حتى القصيده يسوي لك اياها على شكل اغنيه. زين بعد شو تريدون؟ بس قل لي تعال شو تريد بعد؟ يعني انترنت متوفر لك مجانا، متوفر لك. مثلا اذا ما جاي تستوعب وتقول الانترنت ما جاي يستوعب علي،
يعني عندك جاي نفتح دورات الكترونيه، المدرسين يتابعونك من افضل مدرسين العراق، خاصه الكادر اللي جاي يشتغل وياي، يعني جاي يخلون الطالب يتعبون عليه في سبيل يحقق نجاحات. لان انتم تعرفون استاذ عباس جاي يدخل بقوه ويريد يفيد الطلاب، فما اجيب مدرس انا لو تهمني مثلا الفلوس، لا والله كان هاي الملازم سويتها بفلوس، اكو احد يمنعني؟ لا ماكو احد يمنعني. اسوي لك الملازم بفلوس، اقول لكم ترى ذن الملازم احنا تعبانين عليهن، الملزمه برصيده بالخامسه، ها خسران ما خسران. انتم مثلا خلينا نقول ما يدخلون الف، تقريبا ضميت لفت 15 مليون بجيب، والله العظيم ما خسران، احتمال اكثر جاي يشوفون المتابعين. بس انا شنو اريدكم انتم تستفادون، فكونوا اهل للثقه وقدروا تعبي اللي جاي اقدمه لكم. ادرسوا، ادرس الانتساب شيء يعني شلون اقول لك، راح يغير حياتك. خليك تدرس، بس شنو كنت تدرس، مو تقعد لي تلعب تجيبها منا وتوديها منا، لا لا لا, لا. هذا ما مقبول ابدا، ما مقبول. يعني عود تقعد وتلعب وما ادري شنو، ولا استاذ وانا يلا بس اليوم خل العب، يلا بس باكر خل العب، بس هذا الاسبوع خل العب، لا لا. والاهل تابعوا ولدكم باعناقكم، باكر عقبه من يكبرون هسه هم ما يعرفون، باكر عقبه ترى يقومون يحجون عليكم. ما علموني، ما ضغطوا علي، ما درسوني، اقعد سولف وياه، بابا ترى اللعبه ما تفيدك، بابا ترى فلان شي، خليه شجعه، خليه يتابعني انا، خليه يتابعني انا، حببه بالماده، مو ضغط دائما اغلط وغلط عليه، لا حببه، خليه يحب الماده. طبعا طلاب طولت وياكم، واتمنى هاي المعلومات فادتكم، وما اريد اطول وياكم بعد اكثر. قناتي باول تعليق تقدر تدخل تشترك فيها. وصلنا لنهايه المحاضره، في امان الله وحفظه.